السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. وحشتوني مرة كثير، ومن زمان ما صورت معاكم فلوقات، لكن شوي مشغولة. وبس حبيت انه اصور معاكم هذه الوصفة البسيطة السهلة اللي كلنا نسويها في البيوت. حبيت اشكركم كلكم، كل اللي اشتركوا معي في القناة، كل اللي ارسلوا لي على الايميل، كل اللي جاني على الانستغرام، كل مرة شكرا. واشكر دعمكم، والله لا يحرمني منكم. وبس، الوصفة اللي صورتها اليوم مرة بسيطة وسهلة ولذيذة وما تاخذ وقت في التحضير، وقتها كله في الطبخ. بسوي صينية دجاج بالبطاطس، ما راح اضيف لها خضار كثيرة، هو بس البطاطس والبصل والطماطم. مرات لو كان عندي كوسة او جزر احط معاها كمان، تطلع مرة لذيذة. واذا بتسوي اكل صحي كمان، بدل الزيت العادي انا حطيت زيت دوار الشمس، ممكن تحط زيت زيتون يطلع مرة لذيذ. حطيت الزيت والملح ونعناع مجفف وكمون. الكمون مع البطاطس مرة اساسي ومرة لذيذ مع البطاطس. وحطيت كمان فلفل اسود، بس اعتقد اني ما صورته. وحطيت بهار الليمون. بهار الليمون في تتبيلات الدجاج مرة لذيذة. وعموما الصواني اللي زي كذا انا ما احب اضيف فيها معجون الطماطم، يعني جربته كم مرة وما عجبني في الصواني. يعني احطه في الطبيخ عادي، لكن في الصواني لا. بهار الليمون يعطي نكهة مرة لذيذة، لكن اذا كثرت شوية منه يعطيها شوية مرارة. وبالعادة احط في الصين ثوم كذا مهروسة، لكن عشان عندي الثوم المحمص البودرة مرة لذيذ ويغني، فيكفي، ما يحتاج اني اضيف صوص ثوم مهروسة كمان يعني مرة ثانية. وعصرت عليهم نص ليمونة، والنص الثاني قطعته شرايح وحطيته فوق الدجاجة بعد ما قبل لا ادخلها الفرن. والليمون يعطي طراوة للدجاج بعد ما يستوي، مرة تطلع طرية ولذيذة. ويعني صينية زي كذا تنفع عشاء في الليل كذا خفيف، من غير رز طبعا، سويتها بس كذا. اللي بياكلها بخبز او بياكلها بشوكة وزي كذا. اعطتها كمان نكهة مرة لذيذة. وحطيت كمان كاري. الكاري هذا اللي استخدمته بارد، ما في فلفل، ما في حرارة. ف فحلو انه نحطه عشان يعني عشان ناخذ نكهة الكاري. واللي ما يبغى الفلفل الحار ما يتأذى منه او ما يتضايق منه، بس يعطي نكهة الكاري، بهار الكاري وزي كذا. ولو عندك كمان زعتر اوريجانو يطلع مرة لذيذ معاها، لكن المرة هذه ما كان عندي، فبس اكتفيت بهذه البهارات. وحطيت اول شي البطاطس، قطعتها شرايح، حطيتها في الصينية. وقطعت شرايح بصل وشرايح طماطم. كنت ابغاها يعني تسوي لي زي المرقة كذا، تنزليها في الصينية. فصراحة اعطتني نكهة لذيذة حلوة كمان. حطيتها وحطيت الفلفل لوحده. بعدين البهارات قسمتها نصين، نص خلطة البهارات يعني قسمتها نصين، نص تبلت فيه الخضار، ونص تبلت فيه الدجاج. قطعت الخضار شرايح زي كذا، وحاولت يعني انه ما خليها عريضة مرة عشان ما تضايق في الاكل. لأن لما تذبل، اذا كانت عريضة وتذبل تضايق شوية، بس اذا كانت رفيعة مرة فتذبل وتصغر مرة، فما تكون تضايق يعني بالاكل وزي كذا. فبس حطيت عليها نص كمية البهارات، والنص الثاني حطيتها على الدجاج. قبل لا احطه المفروض اني اسوي فيه فتحات بالسكين عشان التتبيلة تدخل جوا وتنكه الدجاج، لكن نسيت فبعد ما حطيت التتبيلة رحت غزيتها كذا بالسكين. حاولت ادخل البهارات فيها. مرات لما اسوي الفتحات في الدجاج احط فيها شرايح ثوم، لكن ما حبيت اني اكثر نكهة الثوم، عشان حطيت الثوم المحمص هذا نكهته مرة قوية، فاكتفيت فيه خلاص. وخصوصا انه كمان رجعت رشيت على الوجه منه شوية، يعني كذا رشة خفيفة بس تعطي نكهة. وصراحة طلعت مرة لذيذة. وبهار الليمون
جربته مع البطاطس، وجربته مع البطاطس المقلي يعني، وجربته في صواني الخضار، وجربته في تتبيلات الدجاج. هو ألذ شيء في تتبيلة الدجاج، لما تتبل الدجاج وتتركيه في الثلاجة فترة، ساعتين كذا مثلا أو ليلة، لو بتسويها قبلها بليلة، بالتبليب قبلها بليلة، يعطي نكهة مرة لذيذة. لكن لا تخليه، لا تكثر منه، لأنه يعطي شوي مرارة، شوية يعني. إذا زاد عن حده، إذا كثرت شوية يعطي شوي مرارة. هنا حطيت باقي التتبيلة على الدجاج، وحاولت أني أتبلها من تحت ومن فوق. أنا كنت شايلة الجلد، وفي ناس يحبوا يخلوا الجلد، فعادي يخلوا، إذا تبغاها أكثر صحية يعني تشيلوا الجلد. بعدين بديت أسوي فيها بالسكين فتحات، وزي ما قلت لكم أنا مرات أحط فيها شرايح ثوم، تكون شرايح رفيعة كذا، أحطها فيها وتعطيها نكهة مرة لذيذة. لكن طالما الثوم المحمص هذا موجود خلاص يكفي، لأنه نكهته مرة قوية ولذيذ صراحة، مرة حلو. أنا خلص من عندي، وإن شاء الله راح أرجع أخذه مرة ثانية. مرات أسوي نفس التتبيلة وأحط فيها بابريكا كمان، تعطيها نكهة لذيذة، بس يعني كذا تصير النكهة ثقيلة شوية. بس كذا تحسيها خفيفة على المعدة، خفيفة بالأكل، ما هي ثقيلة وما تضايق، خصوصا إنها كانت عشاء في الليل يعني، فالواحد يعني بعد الأكل يبغى ينام وزي كذا. حاولت أدخل التتبيلة في الدجاج لين في الدجاج من جوا، وبعدين حطيت عليها الفلفل، تركته زي ما هو كامل. في اللي يبغى ياكل من الفلفل، يبغى حار ياخذ منه، اللي ما يبغى خلاص يعني يكتفي بالفلفل الأسود اللي أنا حطيته. ما صورته لما حطيت الفلفل الأسود. شرايح الليمون أعطتها نكهة مرة لذيذة، وكانت مرة طعمة، تختلف عن الدجاج بالليمون اللي مرة سويت لكم إياها. نزلتها كمان على اليوتيوب، هنا نزلتها في الانستغرام، لذيذة بس مختلفة، ما هي نفسها. هذيك فيها كزبرة وفيها لبن، كانت لذيذة مرة. صراحة هذيك الوصفة كانت أطعم من هذه، بس هذه أخف، هذه كانت أخف، وبرضه طلعت لذيذة. بهار الليمون صراحة أنا مغرمة من عشاق بهار الليمون مع الدجاج، مرة أعطاها نكهة لذيذة. وزي ما قلت لكم لا تكثروا منه، عشان إيش ما يمرر. والفلفل هنا أنا ما فتحته، تركته زي ما هو عشان ما تنزل حرارته على باقي الأكل ويتضايقوا يعني اللي ما يبغى فلفل. رشيت عليها في الأخير رشة كمون، وكمان رشيت من الثوم، رشة خفيفة كذا بسيطة. البطاطس أنا عندي مرتبطة البطاطس بالكمون مرة، البطاطس والكمون يعني نكهتين مرة مميزة مع بعض ومرة لذيذة. فهنا حطيت شوية من الثوم، وبعدين أغطيها بالقصدير. القصدير لما تيجي تغطوا بالقصدير دايما خلوا الجهة اللي تلمع تكون على جوا، عشان تساعد بتوزيع الحرارة أفضل، والأكل يستوي أسرع يعني. كذا سمعت، لكن أنا ما حسيت فرق مرة كبير. المفروض أنه تحطوا ورق خبز قبل القصدير، لكن ما كان متوفر عندي، فحاولت أنه الأكل ما يلمس القصدير، خصوصا أنه فيه ليمون وزي كذا عشان ما يتفاعل. فقلبتها هنا، خليت الوجه اللي يلمع تحت والوجه المطفي على فوق، وبس أغلفها كويس وأدخلها الفرن على حرارة 200. أخذت معي تقريبا ساعة، أو أنا أحطها ساعة يعني، عشان إيش؟ أضمن أنه استوى تماما. بعدين رجعت حمرتها شوي من فوق، وطلع هذا شكلها. ولو عندك شبت كمان ترشيها على الوجه، الشبت يطلع معاها مرة لذيذ، لكن وقتها ما كان عندي. فشوفوا كيف الفلفل انشوى طلع لذيذ الفلفل، خصوصا انه كمان يعني ماخذ من التتبيلة شوية. وهنا كان لقيت عندي شوية زعتر أوريجانو رشاته كذا، ولا يعني حيطلع أطعم لو خليته في التتبيلة نفسها. بس شوف الدجاج كيف طلع ذايب مرة ذايب ولذيذ ومتشرب بالتتبيلة مرة. دايما أحرص أني أسوي التتبيلة قبلها بليلة، يعني في الليل أسوي تتبيلة الدجاج وكل شيء وأخليه بالثلاجة، وثاني يوم أطبخه. لكن المرة هذه أنا كنت يعني مشغولة برا، فرجعت على البيت متأخر، فقلت خلاص خلينا أحطها بالفرن كذا، تاخذ لها ساعة، وأحمرها على الوجه لغاية ما أضبط وضعي وزي كذا.
عشان ما ابغى اكلة تاخذ وقت في التحضير، تقطيع وتجهيز وزي كذا. خلاص يعني ابغى شيء سريع سريع. فهذا اكثر شيء يعني يعجبني في الصواني، خصوصا الدجاج والبطاطس وكذا، سريع يستوي وخلاص. شوفوا كيف الدجاج طلع ذايب، مرة لذيذة طلعت. الطماطم والبصل ذابوا وصارت النكهات كذا مع بعض كلها تداخلت. البطاطس مع الدجاج والبصل والبهارات اللي حطيناها مرة لذيذة. وبس.